وبعد 15 يوم من الحصار الصهيوني المحكم على اخواتنا في غزه، 2 مليون و400 الف نسمه من اخواتنا الفلسطينيين محرومين من الميه والغذاء والدواء والوقود والكهرباء. النهارده اول يوم تدخل المساعدات لاخواتنا الفلسطينيين من معبر رفح لغزه. المساعدات دي واقفه بقالها 15 يوم علشان يتم التفاوض بين مصر والبلاد اللي بتساند فلسطين وبين اسرائيل، وطبعا عشان المساعدات دي تخش من غير ما تتعرض للقصف في قطاع غزه. ومعبر رفح بشمال سيناء يعتبر هو المنفذ الوحيد لقطاع غزه اللي اسرائيل ملهاش اي اشراف عليه، وبمجرد ما دخلوا المساعدات لاهل فلسطين قفلوا المعبر مباشره. مراسلين وكاله فرانس بريس شافوا 20 شاحنه عليها شعار الهلال الاحمر المصري شايله المساعدات بتعدي من معبر رفح قبل دخولها لغزه، عباره عن شاحنات تحمل 60 طن من المواد الغذائيه المهمه، تشمل معلبات التونه والمكرونه اضافه للدقيق والقمح وغيرها من المواد المهمه. وطبعا الكميه دي قليله جدا على اللي محتاجينه اخواتنا الفلسطينيين في غزه. وشدد منسق الشؤون الانسانيه للامم المتحده مارتن جريفيث في بيان على ان هذه القافله يجب ان لا تكون الاخيره. وكمان اعلنت منظمه الصحه العالميه انها ارسلت بعض المعاناه تشمل ادويه معالجه الصدمات واخرى للامراض المزمنه، ولسه في مئات الشاحنات منتظره عند معبر رفح او مدينه العريش. وكمان الرئيس السيسي خصص بعض المطارات لاستقبال شحنات الاغاثه الدوليه. انطونيو جويتريش الامين العام للامم المتحده قال ان المساعدات دي بمثابه طوق النجاه للفلسطينيين، وكمان بتمثل الفرق بين الحياه والموت لكتير من اهل غزه. وسمحت اسرائيل بدخول المساعدات عبر معبر رفح بشرط انها تروح للمدنيين فقط. ولحد اللحظه دي الحصار من الاحتلال الاسرائيلي لسه شغال. وعايز اقول لك ان القضيه دي مش قضيتهم هم بس، القضيه دي قضيتنا كلنا.